اهلا بيكم، معاكم ميجو. اول حاجه هبتدي بيها معاكم النهارده هو الايفون 17 اير، وهو الايفون الغريب جدا السنه دي واللي اول مره ابل تنزله بالسمك ده، واللي واضح جدا من التسريبات والفيديوهات اللي قدامكم ان الموبايل رفيع قوي في الايد. الايفون 17 اير من ظهره مش مثير للاهتمام قوي وشكله تقليدي شويه ما عدا الشكل بتاع الكاميرات، بس لو جيت بصيت جوه الشكل ده هتلاقي هي مجرد كاميرا واحده وهي كاميرا 48 ميجا بكسل، وما بقاش عندك بقى كاميرا تانية او تالتة، هي مجرد كاميرا واحده محطوطه في شريط الكاميرا كده وشكرا. بس الجامد واللي يميز التليفون ده مش الظهر خالص، لو جيت لفيت الموبايل كده من الجنب هتشوف قد ايه الموبايل ده رفيع، ودي تقريبا اقوى ميزه فيه، واللي هيشتريه عشان كده. احيانا الرفع ده بيكون ليه ايجابيات كتير وفي نفس الوقت ممكن تلاقي منه سلبيات، زي ممكن الموبايل يتني لا قدر الله. وللتوضيح بس ده فرق السمك بينه وبين الايفون 16. وللتوضيح ده الفرق ما بين الايفون 17 اير والايفون 16 برو. متخيل فرق السمك ما بينهم؟ هو حرفيا شيء لا يقارن، وتحس ان هو ارفع من نصه كمان. وشاشه الموبايل هتكون من نوع الاوليد ال 120 هرتز بمقاس 6.6 بوصه، واللي هي لو جيت حطيتها جنب فئات البرو بتاعت ابل هتلاحظ ان الشاشه هنا اكبر من الفئات الاحترافيه اللي ابل بتنزلها كل سنه. وانا عارف ان المشكله الحقيقيه للموبايل ده وهي الكاميرا الواحده عند معظم الناس او شبه الناس كتير اللي هتشتري الموبايل ده، وده فعلا اللي ابل حست بيه، عشان كده قللت من تكلفه الجهاز ده في حاجات تانية علشان تحافظ على اقبال الناس للتليفون ده. والسعر ما يعلاش عن $1000، هو السعر هيكون ما بين حدود $900 ل $1000، يعني انت برضو بتتكلم في موبايل ما بين 900 ل $1000 بكاميرا واحده بس، فده كتير. بس الحلو ان الكاميرا دي مش مجرد كاميرا واحده بس، هي من جوه هتقدر تديك زوم 2x، وده زي ما عملت برضو في التليفون اللي من كاميرا واحده هو الايفون 16 اي. فانا عارف ان في مشكله في الكاميرات للموبايل ده ومش كل الناس هتحب تروح له، بس الحلو في الموبايل ده ان انت هيكون عندك نفس الزرار بتاع تعديل الكاميرا والزوم والقصه دي اللي ابل نزلته في الايفون 16 يعني. ولو جيت بصيت من الجنب كده هتحس ان الزراير بتاعه التليفون رفيعه قوي، وان دي ارفع زراير جت في تقريبا ايفون شفناه. وزي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الايفون 17 اير قبل كده ان السوكت بتاع التايب سي بتاع التليفون نازل شويه لتحت، مش مظبوط في النص بتاع التليفون. معرفش هل ده حقيقي وابل هتنزله كده ولا ده مجرد شكل بس مش اكتر، مش عارف. السوكت نفسه تحس انه قريب من الظهر اكتر من الشاشه، بس اعتقد حاجه زي كده منطقيه شويه لان الموبايل رفيع قوي، فالشاشه بتبقى محتاجه اكيد يعني في لايرز تحت الشاشه او في طبقات للشاشه من تحت، فما بقاش فيه المساحه اللي يقدر يحط فيه السوكت مظبوط في نص الموبايل. لو جيت كده بصيت على النسخه المسربه دي والنسخه بتاعت الايفون 16 هتلاقي ان انت ما بقاش عندك غير 2 سبيكر تحت بس، 2 يمين 2 شمال، وده بدل ما انت كنت بتاخد من 5 ل 6 سبيكر في الناحيه الواحده. فالحته دي توصلنا ان صوت الموبايل ممكن يكون قليل شويه او مش احسن حاجه. طبعا ده مش عيب في الموبايل، اللي هيشتري موبايل هيبقى متوقع حاجات زي كده لان انت بتاخد موبايل رفيع، فحط لك فين الشاشه والبطاريه والسوكت وكل القصه دي هحط لك فين، فالطبيعي ان انت هتضحي بحاجات مقابل حاجات. واعتقد اللي هيشتري التليفون زي ده مش هيبص بقى لكل الحاجات دي، لان انت الحاجات دي لو عايزها هتروح لفئه البرو والبرو ماكس، وده اللي يخلينا نروح للفئه الاحترافيه بقى بتاعت الناس التقيله اللي يا باشا موبايل رفيع ايه يا باشا صباح الفل، انا عايز كاميرا، عايز بطاريه، عايز اداء. واللي هتلاحظوا اول ما تشوف فئه الايفون 17 برو او البرو ماكس وهي الكاميرات، شكل الكاميرات اتغير يعني نسبيا عن السلاسل القديمه بتاعت الايفون، وان الفكره ما بقتش مجرد مربع ازاز فوق على الشمال في ظهر الموبايل وفي جواه الكاميرات والسنسور والفلاش والحاجات دي، لا موضوع بقى اكبر من كده. في فئه الايفون 17 برو والايفون 17 برو ماكس هتكون الكاميرات بالعرض بلوح ازاز كده زي ما كان مربع بس بقى مستطيل، وهتفضل الثلاث كاميرات محطوطين فوق بعض كده على شكل مثلث، المنظر اللي معروف عليه من الايام الايفون 11 برو ماكس. والسبب مش معروف، اتنقل السنسور والفلاش على اليمين كده خالص وبعدوا عن فكره الثلاث كاميرات وان هم يبقوا قريبين ما بينهم. وعشان احنا عارفين ابل ما بتغيرش حاجه لمجرد تغيير في الديزاين مش اكتر، لا هي بتديك تغيير في الديزاين وكمان بتديك مميزات او امكانيات حلوه عشان تتقبل الشكل او الشكل ما عجبكش. وهنا بنتكلم عن الثلاث كاميرات الموجودين في ظهر الايفون 17 برو والايفون 17 برو ماكس هيكونوا 48 ميجا بكسل، ودي ميزه ما يستهانش بيها خالص بصراحه، لان انت لما تيجي تعمل زوم خلاص بقى عندك كل درجات الزوم بتاخدها بصوره بمستشعر 48 ميجا بكسل، فهتاخد صوره شارب والوان حلوه جدا من المستشعر ده، وان دي حاجه لاول مره تحصل مع الايفون من ساعه ما الايفون اتعمل. طب ثواني، ايه الحاجات الاحترافيه او الجامده التانيه غير الكاميرات؟
الشركه من فتره كانت طلعت تصريح كده وقالت ان بعد كده التليفونات اللي هنستخدمها هتبقى من الالومنيوم، وهنلغي فكره التيتانيوم دي، او ان هي هتلغي فكره الماكس سيف عشان تقدر ان هي تعمل شحن لاسلكي للايربودز بتاعتك زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. طيب كل النماذج اللي اتسربت ما حصلش فيها الفكره دي، ولا بقى في وجود لفكره الالومنيوم وان الماكس سيف اتشال والقصه دي، وان كل النماذج اللي اتسربت الخاصيتين دول موجودين زيهم زي النماذج القديمه عادي جدا، وتقريبا مفيش اي حاجه تانية مختلفه. هو اليو اس بي سي شبه الاجيال القديمه، الزراير شبه الاجيال القديمه، الاكشن بوتن موجود عادي عندك على الشمال، وعلى اليمين زرار الباور والكاميرا كنترول عادي جدا، كلها زي الاصدارات اللي موجوده حاليا. ده حتى كمان لو لفيت الموبايل من قدام حجم الشاشه هيكون هو الايفون 17 برو هتكون حجم الشاشه بتاعته 6.3 بوصه، والايفون 17 برو ماكس هتكون حجم الشاشه بتاعته 6.9 بوصه. وعلى الرغم من اللي حصل تسريبات الفتره الاخيره ان الدايناميك ايلاند هيكون حجمها اصغر شويه، بس الحقيقه ان ما حصلش اي حاجه من الكلام ده في الموديلات اللي نازله او اتسربت، وان كلهم بيقولوا ان هو نفس الحجم اللي موجود عادي في الاصدارات القديمه. ده مش بس نفس الحجم اللي موجود في السلسله بتاعت دلوقتي الايفون 16، ده من ايام الايفون 14 برو اللي كان اصداره سنه 2022. كنت اتوقع الحقيقه ان يبقى فيه شويه تغيرات غير التغير اللي حصل في شكل الكاميرا ده، بس الحقيقه ان كل حاجه مخيبه ومفيش اي حاجه مختلفه غير الكاميرات. طيب لو جيت زقيت شويه المحترفين ومسكت الايفون 17 العادي، وهو الايفون الارخص في السلسله دي وهيكون بحوالي $800. الغريب ان الموبايل ده ما تعملش نفس معامله الكاميرات اللي موجوده في الايفون 17 اير وبرو ماكس. معرفش ليه خلوه بنفس الديزاين القديم، وبقى بص السلسله كده تحسها وانت ماسكها في ايدك هو ايه ده. انا مش متعود بصراحه ان انا اشوف في الايفون 17 شكل والايفون 17 اير شكل والايفون برو ماكس شكل، حاسس ان بقى في زيطه كده في الموضوع. دايما متعودين من ابل ان الاصدار العادي ممكن يبقى يكون ليه تصميم، والبرو ماكس ممكن يختلف شويه، لكن فكره ان يبقى عندي 3 تصاميم في جيل واحد حاسه كتير قوي وبقت لخبطه. الفكره كمان ان في الايفون 17 العادي ده مش شكل الكاميرات هي نفس شكل الكاميرات اللي موجوده في الايفون 16، ده انت عندك كل حاجه في التليفون هي اللي موجوده في الايفون 16 العادي، الزراير، التايب سي، شكل الكاميرات، البطاريه، حجم الدايناميك ايلاند، كل حاجه هي. ودي حاجه توصلنا ان ممكن مثلا ابل تغير نظام التسعير بتاع التليفونات بتاعتها اللي احنا متعودين عليه من سنين كتير. يعني انت عندك هيبقى الايفون 17 العادي $800، والايفون 17 اير هيكون $1000، والايفون 17 برو $1200، والايفون 17 برو ماكس هيكون $1400. ممكن يوصل طبعا للرقم ده، لان انا بصراحه مش مقتنع بفكره ان انا يبقى عندي نفس الامكانيات بتاعت الاصدارات القديمه واعللك في سعر الموبايل. طب ليه هشتري ليه؟ طب ما اروح اشتري الايفون 16 العادي وخلاص. المهم دلوقتي لو انت معاك ايفون وعايز تعرف الخبايا بتاعته والهق والمق والدلع اللي فيه وتسهل على نفسك عمليه استخدامه، انا كنت عامل فيديوهين هحط لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن، وبصراحه تستفاد منهم قوي، لان انا نفسي وانا بحضر الفيديوهات دي عرفت منهم حاجات انا ما كنتش اعرفها. وما تنساش تتابعني على كل مواقع السوشيال ميديا بتاعتي، هتلاقي برضو اللينكات بتاعتي في الديسكريبشن تحت. واخيرا ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. الجمال بتاعك يا صديقي، سلام.